الحلوين، كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه سعيده علينا وعليكم يا رب. عملنا الكحك يعني ايه عينات كده، بس هنعمل الكحك الناعم وهنعمل كل حاجه بس بمقادير كبيره بقى. تمام. اول حاجه هنعملها النهارده هنعمل البسكوت اللي بالنشادر. بسكوت سهل خالص وبسيط خالص، واي حد مقادير موجوده عند كل الناس في بيوتها، يعني مش هتطلع تشتري حاجه من بره. اول حاجه احنا هنعمل 6 كيلو 6 كيلو دقيق اهم، 6 كيلو دقيق. تمام. هنعمل لهم كيلو ونص سمنه، هنعمل لهم 2 كيلو وربع دقيق، هناخد لهم 6 وقيات نشادر. ماشي. الروايح بقى هقول لكم عليها واحنا قاعدين، والفانتا بدل الميه هحط فانتا مش هحط لبن خالص. تمام. يلا بقى بينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وطبعا في شوية زيت كده هنحطهم في الآخر نمسح بهم العجينة. عشان ايه؟ وادي السكر ده انا محللاه. اللي عايز يقلل شوية مفيش مشكلة، اللي عايز يزود السكر ده بالذات يعني ايه زي ما انتوا عايزين. يلا بقى هنضرب ضربا مبرحا الى ان يكون هو يبقى سكر ناعم، الى ان العجينه تبيض خالص، السمنه تبيض خالص، تبقى ايه عامله زي الكيكه كده. يلا هخلص رب العجينه وارجع لكم تاني. السكر مع السمنه حلو جميل اهوت. تمام. حط بقى الفانتا. هو المفروض لكل كيلو كوبايه، بس انا هحط شويه صغيرين على ما ايه، على ما نشوف الاول وبعدين نبقى نزود. على ما نشوف الاول وبعدين هديني الكوبايه والنبي يا عشان هيفضحنا. حط الفانتا واحده واحده. نلف كده. نحط بقى ايه الدقيق. طبعا الدقيق انا نخلاه، حطه كله مره واحده كده. النشادر هدربها في الدقيق كده على الناشف يعني. كده بنقلب الدقيق اهو، وشويه السمسم. نحط شويه سمسم. ابصي بقى السمسم ده انت واللي انت عايزاه، يعني عايز تحط ياما عايز تحط شويه اللي انت عايزاه. تمام. وطبعا السمسم بيكون متحمص. ديت ايه روح موز. لازم بشم كل واحده لان انا جايبه ايه ديت جت جوز هند. دي روحة موز. انت بصي يا سرايا انا جايبه الحاجات كلها. دي ريحه موز. تمام. بصي بقى الفانيليا، هاتي التليفون. الفانيليا عندك برطمان كبير هنا على المطبخ اهو. انا بجيب الفانيليا بتاعتي خام، ما بجيبهاش اكياس. تمام. تنكي تقلبي بقى كله في بعضه كده. هاتي تروح موز كمان عشان الحبايب. تلفي بقى كله مع بعضه، تنكي تلفي كله مع بعضه كده لحد العجينه ما تلف في ايدك. تمام. هلفها وارجع لكم تاني. جبت كوبايه لبن واحده اهيت، وعليها كمان هحط كوبايه ميه واحده برضو يعني. هعجنهم مع بعض
وفاضل لنا حاجه واحده بس، اخره العجين ان شاء الله هنحطها على العجين. هعجن وارجع لكم قبل ما احط الحاجه اللي احنا بنقول عليها. ايه كوبايه زيت اهي، كوبايه الزيت دي بقى هتلف معاكي العجينه وهتخليها ايه مسحه معاكي في المكنه. احنا هنعملها بالمكنه مش بالام اهي. وكده نبقى خلصنا ايه العجين اهو. ايه زيت نضيف، لازم يكون زيت يا زيت عباد يا زيت عافية، حاجة نظيفة يعني عشان ما يبقاش ليه ريح في العجين. وبكده كده تمام كده كده العجينة خلصت. سيبها ترتاح بقى، نسيبها نص ساعة كده ترتاح ونبدأ شغل فيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. شايفين يا ولاد العجينة لا بتلزق، لا بتلزق في ايديا ولا اي حاجة. اهم حاجة ان انتي ما تعمليش استنوا بقى ايه، خلوها نملوا بمكنة كده اهو. بصي حلوة زي الفل. وانا بضيق عشان انا عارفة ان هي مش هتفرش ان شاء الله، مش هتفرش وهتبقى زي الفل. بصغر على قد ما اقدر البسكوت عشان ما تتكسرش مني، بدل ما نعملها طويلة بنصغرها صغيرة خالص عشان ايه ما نديلهاش فرصة اساسا ان هي تتكسر، وبتبقى جميلة. تمام يلا نعمل فرن كده ونولع فرننا ان شاء الله ونسمي الله ونطيبه. يلا وادي البسكوت اهو يا حبايبي. يلا بقى نسمي الله ونقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم احسن ما بين ايدينا، اللهم كريم، اللهم يا كريم، اللهم احسن ما بين ايدينا يا ارحم الراحمين، انت مولانا فانصرنا على القوم. تمام كده حبايبي. يلا استنونا كل شويه نقلبهم وندورهم ونحورهم. اللي احمر من فوق هننزله تحت، واللي احمر من ارضيته هنطلعه فوق. وادي البسكوت يا اولاد وجماله وحلاوته اهو اهو. طيب من فوق ومن تحت زي الفل اهو اهو. تمام يلا بقى ايه، وبكده نكون احنا خلصنا البسكوت. استنى هرصه بس على الصينيه على الطبق كده عشان اوريهولكم. تمام وبكده يكون احنا خلصنا البسكوت. نراجع مع بعض المقادير. لل6 كيلو خدنا كيلو ونص سمنه، كانت 2 كيلو وربع دقيق، 6 وقيات خميره يعني قولي 100 جرام. 100 جرام خميره بالظبط، انا وزناهم 100 جرام بالظبط. لكل كيلو فيه واحده حبه فانيليا يعني ورقه فانيليا، وواحده موز، ودنشة ملح طبعا متهيألي بس، والفانتا طبعا اللي بنعمل بيها. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، سنة سعيدة علينا وعليكم. هكمل رص واوريلكم الصينية في الاخر شكلها ايه. لا شايفين البسكوتة، شايفين البسكوتة يا حبايبي، شايفين البسكوتة بصوا شايفين جميل وناشف، وتحس ان هو ايه حاجة تهوس كده ما شاء الله اهو. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بكره هنعمل الكحك الناعم والكحك الفاشي والقراقيش المحشيه عجوه ان شاء الله. انتظروني بقى.